عملت عملت السفندي في الخلاط بقشره خالص. وبعدين تأكدي بس ان مفيش بذر في السفندي خالص. لو لقيتي بذرايه وانت بتعمليه في الخلاط طلعيها، عشان هو البذر اللي بيمرر. تأكدي ان ما فيهوش بذر خالص. امسكي كده السفندية وفصصي فيها كده لحد ما تطلعي البذر اللي فيها كله. وخرطت نص تفاحية اهي، خرطتها عليها وحطيته بقى كله على الجزر وهو بالسلق والسفندي وكله. وهسيبه بقى لما خالص تمسكي التفاحة تلاقيها استوت والجزر استوى كله، والمية دي تنقص خالص للنص كده. اول ما تلاقي المية بقى نقصت والتفاحة تمسكيها كده، التفاحة تمسكيها تلاقيها استوت والجزر تلاقيه استوى. هحط عليه كوبايتين سكر كبار، كوبايه اهو بس كبيره، يعني حوالي كيلو الا ربع سكر. عايزه تزودي بقى، انت عايزاها حلوه قوي معسله قوي، حط لها الكيلو كله. وهحاصر عليه الليمونتين دول وهجيلكوا تاني بس بقى ما التفاح يستوى والسفندي والجزر. جيلكوا تاني ان شاء الله.